ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهارده حكايه حقيقيه واقعيه بنحكيها ليكم للعبره والتعلم والموعظه، وطبعا في انتظار نصائحكم القيمه لشخصيات القصه. التجربه القاسيه اللي انا عشتها علمتني حاجه واحده، اني ما ابصش للي في ايد غيري، لاني في الاخر مش هاخد اكتر من نصيبي، مش هاخد اكتر من اللي مكتوب لي. بس انا فهمت الكلام ده متاخر قوي، بعد فوات الاوان. انا صباح، بنت المعلم علي فرحات الله يرحمه، صاحب قهوة السرايا، من أقدم القهاوي اللي في سيدة زينب. أمي روحية، ست بسيطة مش متعلمة. أبويا اتجوزها وهي كان عمرها 16 سنة، جابها من البحيرة علشان تعيش معاه في السيدة زينب. بصراحة أمي كان وشها حلو عليه، ربنا وسع في رزقه، في ماله، في عياله، فربنا كرمه ب4 عيال وأنا أصغرهم وأقلهم كمان في الحظ. برغم إني ما كملتش 25 سنة اتطلقت بعد 1.5 سنة جواز. أصل جوزي طلقني علشان ما بخلفش، وبعد ما طلقني رجعت أعيش مع أمي في بيتها. صحيح أنا ما بشتغلش، بس أبويا ساب لي أنا وإخواتي اللي يعيشنا مرتاحين بقيت عمرنا. قهوة بتتأجر بمبلغ كبير كل شهر، ده غير بيت 6 أدوار وأرض زراعية 5 فدادين في البحيرة. أنا بقى بعد ما اتطلقت ما بقتش قادرة أتأقلم مع الوضع الجديد. إزاي بعد ما جربت الجواز أتحرم منه؟ إزاي بعد ما كان ليا راجل أعيش من غيره؟ علشان كده كان لازم أتجوز تاني. بس مين ده اللي هيرضى يتجوز واحدة مطلقة وكمان ما بتخلفش؟ صحيح إنه صعب على أي راجل إن هو يبدأ حياته مع واحدة مطلقة وكمان ما بتخلفش، بس مش مستحيل. ممكن يكون واحد فقير وعايز اللي يساعده على مصاريف المعيشة، وممكن واحد متجوز ويدور على الزوجة التانية اللي تنسيه المرار اللي دقه مع الزوجة الأولانية. وفي جميع الأحوال أنا ما عنديش أي مانع إني أتجوز واحد وأصرف عليه، طالما طبعا عاجبني. وما عنديش أي مانع إن أنا أتجوز واحد متجوز حتى لو معاه عيال، طالما هيهتم بيا ويدلعني. وبالرغم من كل التنازلات دي ما كانش في راجل أبدا بيتقدم لي. زي ما يكون الرجالة خلاص خلصوا من البلد أو ما بقاش عندهم رغبة في الستات المطلقة. وطبعا الموضوع ده كان مدمر نفسيتي. كان ساعات بيجيلي إحساس إني هفضل كده طول عمري، وده كان سبب معرفتي بأم مجدي. ودي ست بتعمل أعمال عن طريق السحر الأسود علشان تسخر الجن الكافر والشياطين. أم مجدي مفيش أي حاجة بتستعصى عليها. ستات كتير قوي عندنا في المنطقة شكرولي فيها، وهم كمان اللي دلوني على طريقها. أول مرة رحت لها فيها كنت خايفة قوي، أصل هي ساكنة في حوش وسط المقابر، ودي كانت أول مرة أخش فيها المقابر بالليل. حتى عنتر دراعها اليمين اللي شغال معاها كان شكله مخيف جدا. أول ما شفته اترعبت والدم نشف بعروقي، بس هو بصلي كده وضحك وقال لي أنا متعود على كده. الزباين أول ما بيجوا أول مرة بيخافوا مني، وبعد كده بيتعودوا على شكلي. وطلب مني 200 جنيه طلب الجلسة، أصل أم مجدي ما بتقعدش مع حد ببلاش. وبعد ما خد مني الفلوس وعدها قال لي تعالي ورايا. مشيت وراه وانا خايفة ومرعوبة، لدرجة اني حسيت ان انا رجلي مش عايزة تشيلني. فكرت في لحظة اني انا اخد بعضي وامشي، بس اتراجعت عن القرار ده في اللحظة الاخيرة. وفجأة عنتر وقف قدام باب خشب كده مكسور وخبط خبطتين، وبعدها سمعت صوت واحدة ست من جوه بتقوله دخلها يا عنتر. عنتر شاورلي عشان ادخل. انا طبعا اترددت قبل ما اخش، اصلا انا ساعتها كنت حاسة بحاجة غريبة قوي، كنت حاسة بحاجة تقيلة كاتمة على نفسي. بس في الاخر جمدت قلبي ودخلت. لقيت ست عجوزة ما تقلش عن 70 سنة قاعدة على حصيرة قدامها مبخرة كبيرة. أم مجدي أول ما شافتني ابتسمت كده وقالت لي تعالي يا حبيبتي ما تخافيش. دخلت وقعدت قدامها، بس أنا بصراحة كنت قلقانة منها، ما كنتش مرتاحة لها ولا كنت مرتاحة للمكان ده، غير إن كمان ريحة البخور خنقتني. أصل البخور كان معبي المكان كله دخان، ده غير إنها كمان كل شوية كان بترمي البخور في المبخرة. وكانت قاعدة عمالة بتبصيلي بصات غريبة قوي زي ما تكون كده ملبوسة، ده غير انها كمان كانت بتكلم نفسها كلام مش مفهوم. انا حسيت ساعتها انها بتكلم معانا حد في الأوضة، بس انا طبعا مش شايفاه. وفجأة سكتت وفضلت تهز في دماغها كأن في حد بيكلمها، وفي الآخر سألتني ايه مشكلتك؟ قلت لها انا حظي وحش في الجواز، انا اتطلقت مرة ومن بعدها ما طلبنيش اي راجل للجواز لاني بصراحة ما بخلفش. ضحكت كده وقالت لي شاوريلي على الراجل اللي مخشش في دماغك وانا جوزهولك. وطبعا ما كانش في راجل محدد في دماغي، فقلت لها نقيلي راجل على ذوقك. ضحكت ضحكة غريبة كده مش قادرة انساها وقالت لي مش بالسهولة دي. استغربت من كلامها وما فهمتش تقصد ايه. ولما هي حست ان انا محتارة قالت لي الراجل اللي انت عايزة تتجوزيه لازم تجيبي لي حاجة من قطره. فسألتها قلت لها ليه؟ قالت لي علشان يبقى من نصيبك.
بعد ما مشيت من عندها دخلت اوضتي وفضلت افكر في كلامها، فضلت افكر في الراجل اللي انا عايزه اتجوزه، بس كنت محتاره، مش حاسه قلبي بيتحرك من ناحيه راجل معين، زي ما يكون كده عايزه اتجوز لمجرد الجواز، عايزه اتجوز لمجرد ان في راجل في حياتي حتى لو ما حبيتهوش. ده حتى جوزي الاولاني عمري ما حسيت اني بحبه، اتجوزته علشان خاطر ابويا الله يرحمه وافق عليه، اتجوزته عشان هو العريس المناسب. وبعد تفكير طويل قررت اني ما استعجلش علشان ما ارجعش اندم من تاني، علشان ما اخترتش جوزي الاولاني، علشان كده شفت معاه اسوأ ايام حياتي. اشرف كان بيعاملني وحش قوي، بيعاملني اسوأ معاملة، زي ما يكون كده جارية واشتراح، ضرب وشتيمة واهانة بسبب ومن غير سبب. كل يوم يرجع وش الصبح سكران يصحيني من عز النوم علشان مزاجه، ولما كنت ارفض كان بينزل فيا تلطيش، وما كانش بيهدى غير لما يشوف الدم نازل من وشي، وبرضه ما كانش بيسيبني الا لما هو ياخد اللي هو عايزه. كنت ببقى قرفانه من ريحه الخمره اللي طالعه من بقه، كنت ببقى قرفانه من ريحه جسمه بسبب قله النظافه، كنت ببقى قرفانه منه قوي، قرفانه من كل حاجه فيه، كنت بعرف من نفسي لما يقرب مني ويلمسني. وبعد كل ده وبعد كل المعاناه اللي عشتها معاه، اول ما عرف ان انا ما بخلفش طلقني. ما اعرفش ليه ساعتها كنت زعلانه ومقهوره، بالرغم يعني اني ما حبيتهوش، بالعكس انا كنت بكرهه وكنت تعيسه معاه جدا. انا عمري ما شفت معاه يوم حلو، حياتي معاه كلها مر. علشان كده قررت ان انا اتجوز عن حب، اتجوز اللي يحبني واحبه. بس كنت دايما بسأل نفسي هلاقي فين الراجل ده. مرت عليا ايام كتيره وانا بدور على فارس احلامي، الراجل اللي هيعوضني على المرار اللي شفته مع جوزي الاولاني. وصحيح انا ما رسمت الصوره في خيالي للراجل ده، بس كنت متاكده اني هلاقيه. الاحساس ده كان مسيطر عليا قوي لدرجه اليقين. وفي يوم الشقه اللي قدامنا اتأجرت، خدوها عرسان جداد. العروسه اسمها مها، كانت من سني تقريبا وبتشتغل ممرضه في مستشفى حكومي. هي ما كانتش حلوه، بالعكس كانت اقل من العاديه كمان، بس على قد كده كان حظها حلو قوي، اتجوزت واحد عمرها ما كانت تحلم بيه. انا اتصاحبت عليها من اول يوم جت سكنت فيه عندنا. جوزها اسمه مالك، بيشتغل محامي، بس كان لسه في اول الطريق، ما عندوش مكتب ولا حتى زباين، بيقف قدام المحاكم كان بيستلقط القواضي. مالك شاب وسيم قوي، في شبه كتير من مصطفى شعبان، شكله يبان اصغر من مها مع انه اكبر منها ب4 سنين. اول مره شفته فيها وهو نازله على السلم اجيب طلبات البيت، وفي نفس الوقت كان مالك راجع من الشغل. اول ما شفته وعيني جت في عينيه، حسيت ساعتها ان في حاجه بتشدني ليه، حسيت ان في حاجه بتربطني بيه. قلت في نفسي كده يا بنت المحظوظه يا مها. ولما رجعت البيت فضلت افكر فيه، وكانه خطف قلبي في اللحظه اللي شفتها فيه. بس انا ما قررتش اني احبه، انا لقيت نفسي بحبه ومعرفش ازاي. بس بصراحه انا كنت مبسوطه قوي بالاحساس ده. الغريبه ان انا نام. الغريبه لما نمت يوميها حلمت بيه، حلمت انه خبط على باب شقتي، ولما فتحت الباب ولقيت قدامي قال لي تتجوزيني. صحيت من النوم وانا مبسوطه وطايره من الفرحه، ودعيت ربنا ان ملك يكون من نصيبي. وبعدها بقيت اتلكك ان انا اقعد معاها في شقتها علشان اشوفه ولو للحظه واحده. كنت متعمده كل ما اشوفه لازم ابص في عينيه، كنت بشوف في عينيه نظره اعجاب، نظره احتياج، كانه عايز يقولي انا محتاجك يا صباح. بس هو ما كانش عايز يبدا بالخطوه الاولى، وانا بصراحه ما كنتش متاكده من مشاعره ناحيتي. كنت خايفه ابدا باول خطوه وبعدين اتصدم، كنت خايفة اللي يطلع ما بيحبنيش ويبقى كل اللي في دماغي مجرد أوهام ملهاش أي علاقة بالواقع. علشان كده كنت لازم ألمح له، كنت لازم أسحبه ناحيتي واحدة واحدة، زي اللي بيسحب الخيط بالراحة كده علشان ما يتقطعش. بس كنت هعمل كده ازاي وما قاعدة طول الوقت في البيت زي القدر اللي مش بيفرق صاحبه؟ فضلت أدور في حل يقربني منه من غير ما مها تشك. وبالصدفة وانا قاعدة في اوضتي سرحانة لقيت امي بتقولي عمك فتحي اللي قاعد في الدور اللي فوقينا بقاله سنتين ما بيدفعش ايجار، وانا مش عارفة اعمل معاه ايه يا بنتي. طبعا انا ساعتها ما كانش شاغلني ال10 جنيه اللي كان بيدفعها كل شهر، اصلها الشقة كانت قانون قديم، ودي الشقة الوحيدة اللي كانت فاضلة في البيت كله قانون قديم، بس صاحبها مرضيش يخرج منها. بقيت الشقق بتتأجر قانون جديد بعد ما تفاوضنا اللي كانوا قاعدين فيها وخدوا خلو كده وخرجوا، إلا عم فتحي رفض إن هو يسيب الشقة، وفي نفس الوقت ما بيدفعش الإيجار غير بطلوع الروح، لحد ما فقدنا الأمل واعتبرناها شقة مقفولة. أمي بتحلم باليوم اللي عم فتحي يموت فيه، علشان ساعتها هتبيع البيت بملايين ونخرج بقى من السيدة زينب ونعيش في حتة راقية. بس دي طبعا مجرد أحلام،
فتحي ماسك في الدنيا بايده واسنانه زي ما يكون كده مخلد فيها. بس لما امي فتحت بقى كده معايا موضوع الايجار، جت في دماغي كده فكرة جهنمية تقربني من مالك. فقلت لها خلاص طالما هو ما بيدفعش ايجار كده نرفع عليه قضية. امي ضحكت كده ساعتها وقالت لي هنجيب محامي وندفع له الوفات علشان سنتين ما يكملوش 250 جنيه. سكت شوية كده وقلت لها الهدف من المحامي ان احنا هنطرده من الشقة. امي ضحكت مرة تانية وقالت لي فتحي مش ههبل، اول ما يلاقي الموضوع دخل في الجد هيدفع الايجار، وطبعا ما كانش ينفع اني اضيع الفرصة دي من ايدي. قلت لها سيبيلي الموضوع بس انت دوت وملكيش دعوة. وعلشان يبان الموضوع طبيعي رحت مع عمها شقتها وحكيت لها على عم فتحي اللي بناخد منه 10 جنيه ايجار في الشهر وكمان مش عايز يدفع الايجار. وفهمتها كده بخبص ان انا لازم ارفع عليه قضية، اللي هي قضية طرد من البيت. وكنت عارفة ساعتها ان هي هترشح لي جوزها، وطبعا هو ده اللي حصل. وانا طبعا مرضيتش ادلق، قلت لها خلاص كلمي لي انت جوزك كده وشوفي هيقولك ايه. وطبعا ما ساعتها مشكتش في اي حاجة واقنعت مالك ان هو يمسك القضية. وفعلا مالك وافق ان هو يمسك القضية. ده ما صدق اساسا هو ومراته، خصوصا ان ظروفه المادية كانت زي الزفت. وفي يوم ما اتصلت بيا وقالت لي مالك عايز يستفسر منك كده على مواضيع تخص القضية. طبعا في اقل من نص ساعة كنت واقفة قدام باب شقتهم، ومن حسن حظي ان مالك هو اللي فتح لي الباب. قال لي ازيك يا مدام صباح. مديت ايدي كده عشان اسلم عليه، فضلت ماسكة في ايده ومش عايزة اسيبها، بس هو اتحرك ساعتها ووشه احمر وسحب ايده من ايدي بهدوء. ولما قعدنا مع بعض في الصالة عيني ما اتشالتش من عليه، فضلت بصة في عينه وكأني مش قادرة ابعد عيني عنه، زي ما يكون كده كنت تحت تأثير التنويم المغناطيسي. بس هو كان مكسوف ومحرج جدا لدرجة ان هو ما كانش عارف يتكلم. ساعتها بس اتأكدت ان هو عايزني، بس الخوف كان مخليه متراجع. وبعد ما رجعت شقتي فكرت ان انا اخد قطره واروح لام مجدي علشان تجوزهولي، بس بصراحة اتراجعت بعد كده. اصل كان عندي امل ان انا اجيبه بالحب مش بالسحر، لان الحب هيدوم لكن السحر لا. ما عرفتش انام طول الليل، فضلت افكر فيه. كنت شايفة نفسي عروسة في فستان الفرح ومالك قاعد جنبي على الكوشة ببدلة الفرح. اتمنيت في اللحظة دي ان امنيتي تتحقق، وفضلت افكر في مالك لتاني يوم الصبح. كنت بفكر في طريقة اخليه يتعلق بيا، اخليه يحبني بطريقة ما خلوش يقدر يستغنى عني. تاني يوم اتصلت بيه قلت له انا لازم اشوفك ضروري. مالك ما كانش من النوع اللي اي واحدة توقعه بسهولة، اصله تقيل ما بيظهرش مشاعره بسهولة قدام اي واحدة ست، حتى لو هو متأكد 1,000,000% ان الست دي بتحبه. المهم ساعتها مالك سألني وقال لي عايزة تشوفيني ليه؟ قلت له حاجة ضرورية ما ينفعش اقولها لك في التليفون. واتفقنا ان احنا نتقابل في الكافيتيريا بعد ساعة، وطبعا انا رحت قبل ميعادي بربع ساعة. كنت قاصده ساعتها طبعا ان هو يجي يلاقيني مستنياه. مالك جه متاخر عن ميعاده نص ساعه، زي ما يكون كده كان عايز يثبت لي اني انا اللي عايزاه وانا اللي بجري وراه. قال لي ساعتها ايه هو الموضوع اللي انت عاوزاني فيه؟ قلت له انت وحشتني قوي. طبعا ساعتها هو بلم ما بقاش عارف يقول ايه. انا استغليت الفرصه ساعتها ومسكت ايده، بس هو سحب ايده من ايدي بسرعه زي ما يكون كده مسك سلك كهرباء عريان وارتبك وقال لي انت عايزه ايه بالظبط؟ سكت شويه وقلت له انا بحبك يا مالك. بس رد فعله ساعتها كان غريب قوي، ما كنتش متوقعه. بصلي كده وراح قايم وسابني ومشي من غير ما ينطق ولا كلمه. وطبعا انا فضلت انب نفسي طول اليوم، ازاي ان انا صارحه بحبي، ازاي ان انا ادلق عليه بالشكل ده. وكنت خايفه ساعتها ان هو يروح يحكي لمها مراته عن اللي حصل بينا ده. بس ساعتها قررت ان انا لازم اروح لأم مجدي، واذا كنت انا فشلت اتجوزه بالحب هتجوزه بالسحر. قلبي وقع في رجلي لما لقيت مها بتتصل بيا في نفس اليوم بالليل. كنت خايفه يكون حكالها وهي بتتصل علشان تشتمني مثلا، بس اللي حصل ما كنتش متوقعاه. مها قالت لي معلش يا صباح، مالك بيعتذر عن القضيه، اصل عنده شغل كتير وما عندوش وقت يمسكها. اتأكدت ساعتها ان محدش هيجيب مالك على بوزه غير ام مجدي، بس علشان ده يحصل انا لازم اجيب قطر ليه، اي حاجة من قطره ويكون فيها عرقه. ودي كانت عقبة كبيرة جدا بالنسبة لي، بس طبعا كان لازم الاقي لها حل. كنت مستعدة اعمل اي حاجة في الدنيا علشان مالك يحبني حتى ولو بالسحر. تاني يوم رحت زرت مها وما كانش مالك موجود ساعتها في الشقة، وانا كنت قاعدة معاها قلت لها
ما تقومي كده تعملي لنا قهوة وتبطلي بخل المنايفة بتاعك ده. وأول ما دخلت المطبخ قمت جري على أوضة النوم بتاعتهم، فتحت الدولاب وخدت قميص من بتوع مالك، قربت القميص من مناخيري علشان أشم ريحته، وبعد كده طبقت القميص وحطيته في شنطتي وخرجت. قعدت مكاني كأني مفيش أي حاجة حصلت. وفي نفس اليوم رحت لأم مجدي في المقابر، اديتها القطر اللي طلبته. أم مجدي رمت بخور كتير في المبخرة وفضلت ساعتها تقول كلام غريب قوي. عرفت منها بعد كده إن دي عزيمة بتستعيد بيها بملوك الجن. استغربت قوي لما لقيتها جابت ورقة وقلم وفضلت ترسم مربع، وجوه المربعات كتبت أرقام وحروف. ولما سألتها قلت لها إيه ده يا أم مجدي؟ بصت لي وقالت لي دي طلاسم هتخلي صاحب القطر ما يشوفش أي ست في الدنيا دي كلها غيرك. وبعد كده ادتني الورقة وقالت لي الورقة دي تفضل معاكي وما تفرقكيش أبدا. خرجت من عندها، روحت على طول، قفلت عليا باب أوضتي وفضلت أحلم باليوم اللي مالك يجي فيه ويقولي بحبك. بس معقولة ده ممكن يحصل؟ معقولة أم مجدي وسحرها ممكن يحققولي أحلامي؟ أسئلة كتير جدا سألتها لنفسي بس ما كنتش لاقيه لها إجابة. بس الأيام لوحدها كفيلة إنها تجاوب على كل الأسئلة اللي محيراني، وكنت لازم أكون موجودة في حياة مها الفترة اللي جاية دي كلها علشان أبقى قدام مالك أطول وقت. كرهت مها قوي، كرهتها أكتر من أي حد كرهته في حياتي، كرهتها أكتر من طليقة أشرف، لأنها العائق الوحيد اللي بيني وبين مالك، السور اللي بيفصل بيني وبين سعادتي. صحيح إنها ملهاش ذنب في أي حاجة، بس كفاية وجودها في حياة مالك بيعذبني. أول يومين قضيتهم مع مها كانت الحياة هادية قوي، مفيش أي مشاكل بينهم حتى لو صغيرة، لدرجة إني أنا شكيت في أم مجدي، شكيت إنها ست نصابة خدت مني 2000 جنيه وضحكت عليا. بس في تالت يوم بقى حصلت حاجة غريبة قوي. وأنا واقفة مع عمي في المطبخ سمعت صوت خناقة كبيرة قوي جاي من شقتهم. الصراحة كنت مبسوطة قوي ساعتها، كنت شمتانة في مها وما قدرتش أفضل واقفة في المطبخ أتابع من بعيد. غيرت هدومي بسرعة وفتحت باب الشقة علشان أروح لمها وكأني بصالح بينهم، بس حقيقي كان نفسي الدنيا تولع بيهم أكتر. أول ما خرجت من باب الشقة لقيت مالك في وشي، كان باين إن هو متضايق وزعلان، ووشه كان مرسوم عليه غضب ربنا. بس اللي استغربت له ساعتها إن عينه لما جت في عيني ما شالهاش زي كل مرة، فضل مثبت عينه في عيني زي ما يكون كده اتخلى عن مقاومتي واستسلم. بس أنا حسيت ساعتها إنه عايز يقول لي حاجة، بس اتراجع في اللحظة الأخيرة وسابني ومشي. اتمنيت ساعتها إن عقدة لسانه تتفك ويقول لي بحبك يا صباح، بس ساعتها قلت لنفسي مفيش حلاوة من غير نار. جريت على شقة مها وفضلت أخبط على الباب، وأول ما فتحت لقيتها منهارة وهارية نفسها عياط. من جوايا كنت مبسوطة قوي وكنت شمتانة فيها، بس طبعا كنت لازم أمثل دور حمامة السلام، ولازم أمثل إن أنا صاحبتها وخايفة عليها وعايزة مصلحتها. أخدتها في حضني وفضلت أطبطب عليها، ولما هديت وبطلت عياط سألتها انتوا اتخانقتوا مع بعض ليه؟ ردها كان عليا غريب قوي. قالت لي والله ما في أي حاجة حصلت، مالك صاحي من النوم عمال يزعق ويتخانق من غير سبب زي ما يكون كده اتحول لواحد تاني. ساعتها بس اتأكدت إن السحر ابتدى يشتغل، وقلت لازم استغل اللحظة دي أسوأ استغلال. علشان كده لمحت لها إن طالما اتغير معاها كده من غير سبب يبقى أكيد في واحدة ست في حياته. وطبعا ساعتها ما اقتنعت بكلامي وبدأت إنها تشك فيه. وأول ما خرجت من عندها على طول اتصلت بمالك، بس الغريبة ساعتها إنه رد عليا من أول رنة، مع إني يعني كنت متوقعة إن هو مش هيرد عليا من الأساس ويفضل تقلان زي عادته. بس اللي حصل ساعتها كان غير متوقع. لقيته بيقولي أنا عايزة أقابلك النهاردة، أنا محتاجك أوي يا صباح. حسيت من نبرة صوته كده إن هو بيحبني بجنون، زي ما يكون كده بقى خلاص مش قادر يقاوم حبي، ورفع الراية البيضاء أخيرا. وطبعا اتقابلنا في اليوم ده في نفس الكافيتيريا اللي قعدنا فيها المرة اللي فاتت، بس المرة دي بقى لما رحت لقيته هو اللي قاعد مستنيني. شكله كان باين عليه ان هو متوتر جدا وقلقان، شكله مرهق زي ما يكون كده تعب من التفكير وقلة النوم. ما نكرش ان هو صعب عليا، ما كنتش عايزة اشوفه في الشكل ده. واول ما قعدت معاه لقيته بيقول لي انا بحبك يا صباح. طبعا انا ساعتها ما كنتش مصدقة نفسي، واخيرا مش معقولة حلم اتحقق بالسرعة دي. وقبل ما فوق من كلامه لقيته مسك ايدي وقال لي انا ما بقيتش قادر استحمل، خلاص انا مش قادر اعيش من غيرك. ابتسمت كده وقلت له انا بحبك يا مالك. مالك ساعتها فضل يحكي لي ويقول لي على اللي بيحصل له اليومين اللي فاتوا دول، وان هو ما بقاش طايق مراته وما بقاش طايق يشوفها قدامه وما بقاش حتى طايق يسمع صوتها، مع انه كان بيحبها قوي.
وإن هو أصلا اتجوزها بعد قصة حب كبيرة قوي، بس ما يعرفش إن هو كرهها فجأة إزاي. وفضل يحكي لي بعد كده إنه في الأيام دي بقى يفكر فيا بطريقة غريبة، لدرجة إن هو ما بيفكرش في حاجة في الدنيا دي كلها غيري أنا، وإن هو مبقاش يقدر يبعد عني. طبعا أنا ما كنتش مصدقة اللي بيحصل، كنت حاسة إني بحلم حلم غريب، وكنت خايفة أصحى من الحلم ده. ومن ساعتها واحنا بقينا مع بعض على طول، بنتقابل كل يوم في نفس الكافيتيريا اللي قعدنا فيها أول مرة، بنكلم بعض بالساعات في التليفون، ما بقيتش أعرف أنام من غير ما أسمع صوته. أما الحياة ما بين مالك ومها بقت شبه مستحيلة، كل يوم خناق ومشاكل. مالك بقى يعملها معاملة سيئة جدا، ضرب وشتيمة وقلة أدب، بس طبعا ما كانت مستحملة وبتعدي عشان كانت لسه بتحبه. لما كانت بتحكيلي على المشاكل اللي بتحصل بينهم كنت بقول لها اتطلقي منه، ايه اللي جابرك ان انتي تستحملي كل ده؟ بس هي ساعتها كانت بترفض وتقولي انا بحب مالك ومش هبعد عنه مهما حصل. ساعتها كنت بتغاظ قوي من كلامها، كنت ببقى هين عليها واقول لها انتي ما عندكيش كرامة، هو مش عايزك، انتي اللي لازقاله ليه؟ بس طبعا انا ما كانش ينفع اقول لها كده، وكنت خايفة قوي لا تعرف اللي بيني وبينه. كان نفسي يجي اليوم الملك يقولي انا هطلقها، هطلق مها. مها هي العقبة الوحيدة دلوقتي اللي بيني وبينه، علشان كده كان لازم ازحها من طريقي بأي طريقة. وما كانش في أي حل قدامي غير إن أنا أروح لأم مجدي وأخليها تعمل لها عمل تبعدها عن مالك، بس أكيد أم مجدي ساعتها هتطلب مني قطرها، وطبعا حواري إن أخد قطر مها كان أسهل بكتير من إني أخد قطر مالك. رحت لمها شقتها وقعدت معاها شوية، وبعد كده قلت لها حلو قوي الطرحة اللي انتي لابساها دي، أنا هاخدها منك أروح بيها مشوار. وطبعا هي قالت لي ساعتها من عينيا يا حبيبتي، هقوم اغسلها لك واجيبها لك على طول. بس انا قلت لها لا ما تغسلهاش، انا مستعجله، وخدت منها الطرحه قبل ما هي تقوم تغسلها. اصل لازم طبعا القطر يكون في ريحه صاحبه علشان السحر يشتغل. ورحت لام مجدي في نفس اليوم وقلت لها طلباتي، واديتها طرحه مها اللي فيها عرقها، وراحت هي مدياني برطمان كان جواه ميه سودا وريحتها وحشه قوي. وسالتها قلت لها ايه ده يا ام مجدي؟ قالت لي هترشي الميه اللي فيه دي قدام عتبه باب شقتها، 3 أيام هيعدوا من غير ما يحصل حاجة، وفي اليوم الرابع هيحصل المراد. مشيت من عند أم مجدي وروحت، وأنا طبعا مستنية ال3 أيام يعدوا بفارغ الصبر. أول ما روحت البيت قبل ما أخش شقتي اتلفت حواليا كده يمين وشمال، ولما اتأكدت إن مفيش حد شايفني رشيت المية السوداء اللي في البرطمان قدام باب شقتها ودخلت شقتي على طول كأني مفيش أي حاجة حصلت. كل يوم كنت بروح أزور مها علشان أكون أول واحدة تشوف المصيبة اللي حلت فوق دماغها، بس كل يوم كنت بروح بلاقيها سليمة، مفيش أي حاجة حصلت لها. كنت مستعجلة قوي إن ال3 أيام دول يعدوا، كنت حاسة اليوم اللي بيعدي كأنه سنة. وكل يوم كانت مها بتحكيلي عن المشاكل اللي بتحصل بينها وبين مالك، وكل يوم المشاكل بتزيد أكتر من اليوم اللي قبله. بس السحر المرة دي طبعا إن الهدف منه إن هو يبعد عن مها خالص من طريقي. وأخيرا ال3 أيام خلصوا وجه اليوم الرابع، كنت قاعدة على نار في اليوم ده مستنية المصيبة اللي هتحصل. بس اليوم في الأول عدى عادي، مفيش أي حاجة غريبة حصلت. بس أول ما الدنيا ليلت سمعت صوت صريخ، الصريخ ده كان جاي من بيت مها. ده صوت مها كانت بتصرخ بصوت عالي قوي، لدرجة إن سكان البيت كلهم خرجوا من بيوتهم وقفوا على باب شقتها وفضلوا يخبطوا، بس مها ساعتها ما فتحتش ومالك ما كانش في البيت. وفي نفس الوقت مها ما بطلتش صريخ، فاضطروا السكان ان هم يكسروا الباب الشقة، وفعلا كسروه ودخلوا لقوها في الحمام. طبعا باب الحمام كان مقفول، فضلوا يخبطوا عليها بس هي طبعا ما كانتش بتفتح. كسروا باب الحمام كمان. مها كانت واقفة قدام المراية بقميص النوم وبتصرخ، وأول ما قربنا منها أغمى عليها، شلناها وحطيناها على السرير وهي فضلت نايمة، بس كان شكلها باين عليه علامات الخوف والرعب، زي ما تكون كده شافت حاجة مخيفة وعقلها ما استحملهاش. اتصلت ساعتها بمالك وحكيت له على اللي حصل، بس هو مهتمش، كل اللي فارق معاه اني انا افضل موجودة معاه علشان لما يرجع البيت يلاقيني موجودة، علشان دي طبعا فرصة ما تتعوضش اننا نقعد مع بعض لوحدينا. بس لسوء الحظ طبعا ساعتها ان مها صحيت قبل ما مالك يجي. اول ما مها صحيت من النوم كانت عطشانة قوي، شربت مية كتير جدا زي ما تكون كده
كانت ماشية في الصحراء لوقت طويل قوي. المهم سألتها ايه اللي حصل لك. ما حكيت لي انها دخلت الحمام تغسل وشها، واول ما فتحت الحنفية وبدأت تغسل وشها فجأة المية اللي نازلة من الحنفية اتحولت لدم. صرخت، بس طبعا الموضوع ما خلصش لحد كده. اول ما عينيها جت على المراية شافت ست عجوزة شكلها يخوف، شكلها كان بشع قوي، عينيها حمرا زي الدم، وشها اسود ومحروق، شكلها مقزز ومقرف. جريت معها علشان تفتح باب الحمام، لكن للأسف مرضيش يتفتح. جات لها ساعتها صدمة عصبية، شافت عذاب ما شافتوش في حياتها قبل كده. بس طبعا ما كانتش تعرف ان دي البداية، واللي جاي بعد كده عذاب أليم. اللي حصل ده خلى العلاقة ما بين مها ومالك أسوأ بكتير. مالك ساعتها كان شايف انها اتجننت خلاص. وفي يوم واحنا قاعدين مع بعض في الكافيتيريا قال لي انا هطلق مها، انا خلاص ما بقيتش قادر اكمل معاها. طبعا ساعتها انا كنت هطير من الفرحة بعد ما سمعت الخبر الحلو ده، وقلت له انت اجمل حاجة حصلت لي في حياتي. وقبل ما نمشي من الكافيتيريا مالك طلب مني الجواز. يوميها كنت فرحانة قوي لدرجة اني ما عرفتش انام، بقيت مستنية اليوم اللي مالك يطلق فيه مها بفارغ الصبر. وفي يوم صحيت من عز النوم مفزوعة على صوت صريخ، والصريخ ده كان جاي من شقة مها. جريت جري على باب الشقة، فضلت اخبط جامد لحد ما مالك فتح. سألته في ايه يا مالك؟ قال لي مها اتجننت خلاص. مها كانت واقفة على سور البلكونة وعمالة بتصرخ، شكلها يخوف قوي، زي ما يكون كده كبرت 20 سنة مرة واحدة. حاولنا نهديها بس هي ما كانتش سمعان ولا كانت حتى شايفان. كانت بتبص على نقطة معينة كده على الحيط، زي ما يكون كده كانت شايفة حاجة احنا مش شايفينها. وفجأة رجليها فلتت، وقعت من البلكونة وماتت. ومع اني العقبة الوحيدة اللي بيني وبين مالك انتهت خلاص، بس انا كنت حاسة بتأنيب ضمير، كنت حاسة ان دمها متعلق في رقبتي. كنت دايما بقول لنفسي انا اللي قتلتها. مها جاتلي في الحلم كذا مرة، في كل مرة كانت بتزورني فيها كانت بتدعي عليا وتقولي انت السبب في كل اللي حصل. عدت عليا ايام كتير لا كنت بعرف انام ولا اعرف اكل ولا اعرف اعمل اي حاجة في حياتي. كان جوايا احساس اني شطانة، دمرت حياة انسانة بريئة، دمرت حياة كل اللي حواليا علشان مصلحتي. كنت حاسة دمرت حياة اتنين كانوا بيحبوا بعض وعايشين حياة سعيدة، لمجرد اني انسانة انانية ما بشوفش غير نفسي وبس. حالتي النفسية كانت سيئة قوي، حتى لما مالك طلبني للجواز ما كنتش مبسوطة، وقلت له معلش يا مالك ممكن نأجل موضوع الجواز ده شوية، اصلا أنا نفسيتي تعبانة قوي. طبعا مالك ساعتها اتضايق ومشي من غير ما ينطق ولا كلمة. مش عارفة ايه اللي حصل لي، انا كنت بستنى اللحظة دي بفارغ الصبر. كان حلمي الوحيد في الحياة ان انا ومالك نتجمع بين 4 حيطان. ولما الفرصة جت ما بقتش عايزاه، ما بقاش عندي رغبة ان انا اتجوز مالك، ما بقتش حاسة ان انا بحبه. بقيت كل ما بشوفه بفتكر مها واللي عملته فيها. مش عارفة ايه اللي بيحصل لي ده، مش عارفة امتى ضميري صحي وبقى يحاسبني على كل ذنوبي. بقيت اشوف مها في كل مكان بروحه، صورتها وهي واقفة على سور البلكونة وبتصرخ ما بقاش يفارقني، وشكلها اللي كبر 20 سنة مرة واحدة. كنت بشوفه على طول، لو ما كانش وانا صاحية يبقى انا وانا نايمة. حياتي بتتدمر ومش عارفة اعمل ايه، زي ما يكون مها بتنتقم مني بعد ما ماتت، وما كانش في حل قدامي غير ان انا اروح استنجد بمماجتي. صحيح انا بقيت اكرهها لانها هي السبب في كل اللي حصل، بس محدش هيقدر يساعدني ويطلعني من اللي انا فيه ده الا هي. علشان كده كنت لازم اروح لها قبل ما حياتي تتدمر زي ما حياتها اتدمرت. ولما رحت لها كانت الصدمة الكبيرة، لقيت بيتها محروق، ولما سألت الجيران عنها عرفت منهم انها ماتت محروقة من 3 ايام، في نفس اليوم اللي بدأت معها انها تزورني في احلامي وتحولها لكوابيس. اللي عرفته منهم كان دليل واضح ان شبح مها بينتقم من كل اللي ظلموها. وبدأت الحكاية لما الجيران صحي من النوم على صريخ ام مجدي وبيتها اللي بيولع، وكل ما يطفوا النار ترجع تولع تاني لوحدها، زي ما يكون النار مصرة انها تحرقها وتعذبها. وبعد وقت طويل من محاولات الاهالي اخيرا اتطفوا، بس لما دخلوا يشوفوا ام مجدي لقوها متفحمة. طبعا بعد ما انا سمعت الخبر ده الدنيا اسودت في وشي، عرفت خلاص ان الدور جاي عليا. حبست نفسي في اوضتي وما بقتش اكلم حد نهائي، حتى مالك لما كان بيتصل ما بقتش ارد عليه. وفضلت كذا يوم محبوسة في اوضتي مستنية قدري، وكنت عارفة ان الندم مش هيوقف شبح مها. وفي يوم صحيت من النوم مفزوعة على صوت صريخ. اول ما فتحت عيني لقيت مها قدامي، اتخشبت مكاني، مش قادرة اتحرك من مكاني، ما قدرتش اهرب، زي ما يكون كنت مربوطة بحبل من ايدي ورجلي. مها كان شكلها مخيف قوي،
وشها اسود وعينيها بيضة، ده غير ضوافر ايديها اللي اتحولت لمخالب. مها كان حجمها اكبر بكتير من حجمها الطبيعي. مها فضلت تقرب مني وانا ما كنتش عارفة اتحرك من مكاني، ولا حتى كنت قادرة اصرخ، زي ما يكون صوتي مش عايز يطلع. مها قربت مني لحد ما قعدت جنبي على السرير. ريحتها كانت وحشة قوي، وضحكت ساعتها ضحكة مخيفة وقالت لي: النهاردة هتشوفي عذاب عمرك ما شفتيه في حياتك. وفجأة لقيت النار مسكت في الأوضة. النار قادت فجأة في كل حتة في الأوضة. حاولت أصرخ بس صوتي ما كانش طالع. وفجأة اختفت مها، ما كانش ليها أي وجود في الأوضة. النار مسكت في كل حتة في الشقة، حتى جسمي ما رحمتهوش. صحيح ربنا نجاني من الموت، بس وشي وجسمي كله اتشوهوا، بقى شكلي دميم ومخيف. حبست نفسي في البيت، ما بقيتش أخرج منه علشان محدش يشوفني بالشكل البشع ده. وطبعا مالك اللي عملت كل ده علشانه اختفى من حياتي للأبد، وكل اللي عرفته عنه إنه سافر برا مصر. ومن ساعتها وأنا عايشة لوحدي منعزلة عن الدنيا اللي حواليا، بدفع تمن غلطة كبيرة راحت بسببها إنسانة ملهاش أي ذنب. وكنت بدعي ربنا كل يوم إنه يسامحني. أرجوكم ادعولي، أنا بتعذب ومش عارفة أعمل إيه. ودي كانت حكايتي معاكم النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة.